قلب ملعبهم وجاي تستفزهم. ده انت غبي فشخ، انت متخلف قوي. ده انت متخلف وجاحد. يعني انت يعني دي اصلا فرقتك بتاعت زمان اللي انت ايه سهرت فيها وطلعت منها وكبرت فيها ورحت الدوري الانجليزي بقى واتشهرت تاني، بعد كده رجعت على اسبانيا، رجعت في ريال مدريد. فانت ابتديت فيها وعملت اداء فيها كويس. ليه القرف اللي انت عملته ده؟ طب انت برضه ليه متضايق اما الناس اما انت تستفزها تشتمك مثلا، وان انت اما تستفزها ترمي عليك قرف؟ طب ما انت اللي ابتديت يا ابن الحلال. في صراحة مش هبقى متوافق جدا مع ابو تريكة ان هو كان بيقول لك ما تلوموش الضحية. يعني هو يعني كورتوا مش ضحية، هو كورتوا اللي استفزهم من الاول. ممكن ابقى يعني متفق معاك يا كابتن لو انت من نص الجملة التاني. والتعادل غير متوقع بالمره في ديربي مدريد ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. هتقول لي ليه؟ اقول لك عشان هو على طول ان الريال معودان ان هي بتفشخ اتلتيكو مدريد. يعني مش بتكسبها، لا هي بتفشخها، سواء مثلا في الواندا متروبوليتانو او في سانتياغو برنابيو، سواء هنا او هنا انا كده كده بفشخك. هتقول لي طب ثواني بس عشان انت بتقول كلام غلط خالص. يعني على فكره اتلتيكو مدريد السنه اللي فاتت كسبت ريال مدريد 3-0. اقول لك والله بص، يعني هو كان بس موافقك. يعني مش هقدر اكذب، مش هقدر اقول غير كده. ولكن في حاجه بس، ان كان عندك واحد اسمه، هو الحمد لله بالنسبه لريال مدريد ان هو متصاب. كان عندك واحد اسمه الابا. يعني الراجل دوت كان خاين وعميل وجاسوس وعبيط وهبل، اي حاجه ممكن تحطها فيه. يعني كان لاعب رقم 12 بالنسبه لاتلتيكو مدريد، كان مخلي فرقه ريال مدريد ناقصه واحد، وكان بيعمل حاجه قرف خالص. فالنهارده ريال مدريد اتعادل مع اتلتيكو مدريد في ايه ده؟ بص بقى، ده شخصيه البطل اتقلبت عليه. يعني دايما ريال مدريد اللي بيعمل الحركه دي، فاتعملت فيه النهارده. بيكسب بقى في اخر دقيقه او بيتعادل في اخر دقيقه. دايما الريال مدريد يعني احنا عارفينه معروف بالحته دي. دلوقتي هو انقلب السحر على السحر. تمام. فانت بقى لو جيت تعرف وتبص وتشوف يعني دوت حصل ليه والحاجه الغريبه دي حصلت ليه، هتلاقي ان نفس السيناريو اللي حصل مع علابه السنه اللي فاتت اللي عملوه اتنين مش واحد بس. يعني كان ايه كومبايند ميستيك كده، خطا مركب عدل شويه اللي علابه عمله. ليه؟ هقول لك. روديجر ده مدافع توب، ولكن دايما غلطه التوب بجون. يعني او غلطه الشوتر بجون. انا شايفها يعني انت عايز تحطها ايه؟ ماشي. الراجل انت يعني لعبت على الاوفسايد لازم تظبطها، عشان لو ما ظبطتهاش انت هتتظبط وفرقتك هتتظبط. فالراجل قال لك بص انا هلبس الواد كوريا دوت اللي لسه نازل، هلبسه اوفسايد والدنيا ماشيه. فالواد سبحان الله جت معاه على الشعره. عشان لعبت على مصيدة التسلل. طب بام. طب يعني خلاص الواد كوريا يعني ماشي، فلت من مصيدة الاوفسايد ودخل على الحارس. بص بقى الغلطه يعني الثانيه من قلب المدافع الثاني، تحس ان هما الاثنين اتفقوا على ريال مدريد. يعني انت عندك ميليتاو يعني كوريا سبحان الله قرر ان هو يمرقص الحارس، وكورتوا مش بيتمرقص ولكن هوبا مرقصه. يعني هو اخدها غمز الكره برجله اليمين. اقسم بالله العظيم الكره اصلا كانت فلته منه وتطلع بره. مين بقى اللي عدلها له؟ قال له لا يعني ثواني بس سيبني بقى اعمل لك اسيست. ميليتاو عدلها له. كوريا الكره كانت بتهرب منه، لا قدامه التاني قام بام حطها في الجون. يعني خطأ غريب من اتنين قلوب دفاع أقوياء، لأن ريال مدريد يخسر 2 نقطة مهمين جدا جدا جدا. ليه؟ لأن دوت ديربي، دي أول حاجة. يعني ال3 نقط بتوع الديربي دول مهمين. دي أول حاجة. تاني حاجة، أنت داخل على تشامبيونز ليج، فاما تخش على تشامبيونز ليج وأنت كسبان 3 بوينت كده وأنت كسبان ماتش بتفرق معاك. أنت كده كده ريال مدريد هتقابل ليل والكلام دوت بالنسبة لها مش مشكلة، بس يعني هتفكك من الشامبيونز ليج والماتش اللي جاي. ولكن هتفرق معاك شويه مع برشلونه، لان دلوقتي الفرق لسه 3 نقط. خساره نقطتين مش بعيده قوي عن خساره 3 نقط. ليه؟ لان انت عندك برشلونه خسر 3 نقط ماشي، بس ريال مدريد برضه خسر نقطتين. فيعني التعادل بيبقى شبه شويه الخساره. لكن اعتقد ان الكلام دوت لسه بدري عليه. ليه؟ احنا لسه في الجوله الثامنه، لسه ايه، لسه حتى ربع السيزون ما خلص. كان شوط تاني جميل. يعني مش هقول لك ماتش جميل، هقول لك كان شوط تاني جميل. ليه؟ لان الشوط الاول كان حاجه كده منتهى الملل، منتهى القرف. انا قاعد كده انا والله العظيم كنت بنام من كتر الملل اللي فيه. كان يعني انت ربنا بيحبك لو انت ما شفتش الشوط الاول وامك داعيه لك كمان. يعني الشوط التاني بقى كان في كل حاجه ايه مختلفه. كان في البهاريس كلها. شفنا واحد زي كورتوا ما افتكرش العيش والملح اللي هو اخده ولا اكله مع اتلتيكو مدريد. انت جاي جبت جون، فرقتك جابت جون قلب ملعبهم وجاي تستفزهم. ده انت غبي فشخ، انت متخلف قوي. ده انت متخلف وجاحد. يعني انت يعني دي اصلا فرقتك بتاعت زمان اللي انت ايه سهرت فيها وطلعت منها وكبرت فيها ورحت الدوري الانجليزي بقى واتشهرت تاني، بعد كده رجعت على اسبانيا، رجعت في ريال مدريد. فانت ابتديت فيها وعملت اداء فيها كويس. ليه القرف اللي انت عملته ده؟
طب انت برضه ليه متضايق اما الناس اما انت تستفزها تشتمك مثلا، وان انت اما تستفزها ترمي عليك قرف؟ طب ما انت اللي ابتديت يا ابن الحلال. في صراحة مش هبقى متوافق جدا مع ابو تريكة ان هو كان بيقول لك ما تلوموش الضحية. يعني هو يعني كورتوا مش ضحية، هو كورتوا اللي استفزهم من الاول. ممكن ابقى يعني متفق معاك يا كابتن لو انت من نص الجملة التاني اللي هو بيقول لك انت دايما بتلوم الضحية في وسط بقى الاحتلال اللي حاصل علينا، فدايما بنلوم الضحية. انا طبعا الكلام دوت فوق دماغي ونشان يتحط هنا. لكن في الكيسه بتاعت كورتوا، لا هو كورتوا مش ضحيه، هو كورتوا كان مستفز. على المره المليون ابو تريكه بيثبت لنا ان هو راجل بمعنى الكلمه، راجل صحيح. يعني راجل ان هو مش بيسيب فرصه ان هو يذكر اخواتنا وان هو يوضح اللي اخواتنا فيه. ابو تريكه راجل. فكان شوط تاني جميل، ماتش جميل بس كده. وخير ولا سخير. كان معاكم زيكا. لو انت لسه مش عامل لي فولو على الفيسبوك تعالى اعمل لي فولو. لو انت مش عندي بقى ايه على اليوتيوب تعالى اعمل لي سبسكرايب، اعمل لي لايك وقول لي ايه رايك. بس كده.